خبر حلو لكل مواليد التسعينات اصحاب سن التلاتينات، رجوع انمي مفضل ليهم. كل الجيل بتاع الانمي ده بتاع سبيستون هيفتكره هو انمي الكرة الملتهبة بتاع الطفل اللي كان بيغني وصاحب التتر الجميل اجمل اوقاتي، وكان بيمسك الكرة بايده كده وعايز يبقى زي ابوه في كرة اليد. انمي الرمية الملتهبة بتاعت الطفل اللي كان نفسه يقلد ابوه سامي رعد بالنسخة العربية المدبلجة على سبيستون، اللي كان نفسه يرمي الرمية الملتهبة بتاعت ابوه ويغلب كل الناس في كرة اليد. احب اقول لك ان الانمي ده بعد مرور 34 سنة وهتكون عن بنت سامي ده، سامي رعد اللي هي بالنسخة اليابانية كان اسمه دانبي، وهتكون القصة عن بنته اتجوز وخلف وكبر. فتخيل احنا بقى هنشوفه بعد ما اتجوز وخلف وبنته هي اللي بتكمل المسيرة، بتلعب نفس الرياضة ونفسها تحقق البطولات اللي حققها ابوها وهو صغير. طبعا القصة عادية وممكن ناس كتير ما تبقاش فاهماها من الناس اللي ما تابعوش، بس كل اللي تابعوا سبيستون وشافوا الانمي ده احب اقول لك ان هو خبر مفرح قوي، وحاجة ساعدتني جدا ان انا اشوف الانمي ده رجع تاني. الانمي هينزل في 2026 وفعلا انا من الحاجات اللي انا منتظرها، مجرد استعادة للذكريات بس دي كفاية، غير ان هو اكيد هيكون انمي حلو. اتمنى تشوفه وتقولوا رايك في الكومنتات لو انت شفته زمان. اتمنى